يا صباح الفل والهنا والحلويات. عايزه اقول لكم ان النهارده عيد جوازي الرابع، وزي ما انتم عارفين انا تقريبا بحتفل بكل اعياد اي حاجه في الدنيا بالميك اب. انا لو ما عملتش ميك اب يخص اي مناسبه بحس ان في حاجه غلط. انا لازم يكون في قناتي سنويا ميك اب عيد جوازي، ميك اب عيد ميلادي، ميك اب عيد ميلاد عيالي. حتى لو انا ما احتفلتش ولا ما عملتش اي حاجه، لا لازم يبقى في ميك اب، يعني لازم. وعشان احتفل السنه دي بشكل مختلف شويه او اعمل ميك اب بشكل مختلف شويه، فانا قلت طب ليه ما اخليش تشات جي بي تي يختار لي هو الميك اب لوك اللي انا اعمله النهارده، يمكن يطلع ذوقه حلو. ما تيجوا نجرب. صباح الفل يا حبيب قلبي. صباح الفل. صباح النور، كيف الحال؟ الحمد لله زي الفل. انا النهارده عايزاك تساعدني في حاجه مهمه جدا. أكيد أنا جاهز. قولي لي إيه الحاجة المهمة اللي محتاجاها؟ اوكي، انا النهارده عيد جوازي وعايزه كده اعمل ميك اب على الضيق كده. كل سنة وانت طيب. طيب، عندك أي فكرة أو لون معين في بالك للمكياج؟ ممكن تقترح عليا ميك اب لوك مثلا لونه يبقى اورنج عشان انا لابسه اورنج. أي، الأورنج هيكون حلو جدا. ممكن تعملي اي شادو برتقالي ناعم مع شوية ماسكارا. ممكن تحطي روج ناعم بلون مشمسي علشان يكون متناسق. رأيك فيه؟ عفوا، أتمنى يكون عجبك الاقتراح. لو عايزة نصايح إضافية أو خطوات بالتفصيل قولي، أنا هنا علشان أساعدك. طيب ممكن تبعت لي صوره. دخلت بقى طلبت منه في الشات ان هو يبعت لي الصوره اللي هو يقصدها من الميك اب اللي هو شايفه انه هيبقى مناسب ليا النهارده، وده كان صوره اللوك اللي هو اختاره. بصراحه اختيار ممتاز. عايزه اقول لكم ان هو اختار لي الميك اب لوك ده. ايه رايك؟ هو جاب صوره البنت دي منين؟ انا حاساها شبهي. يلا بقى نعمل ميك اب لوك اللي شات جي بي تي يختاره لي. هرطب وشي الاول بالبرايمر ده بتاع شي جلام اللي هو اسمه جود جريب. المرطب ده حبيبي او البرايمر ده، بس انا بالنسبه لي هو علشان برايمر ترطيب فانا بموت فيه بصراحه، بحبه جدا 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 جدا. عشان انا هحط الميك اب ده في البيت، فانا مش عايزه خالص ان الميك اب بتاع وشي نفسه يبقى تقيل او باين ان هو مثلا مجير او ان بشرتي نفسها ما تكونش باينه. حاجه زي دي احمد ما بيحبهاش اصلا. عشان كده قررت استخدم الفاونديشن ده بتاع شيك جلام اللي هو اسمه سكين فينت هايدريتنج فاونديشن، لانه هو لايت كده، حاجه خفيفه، وبعدين كمان بيبان على وشي كده ان هو جلوي، بيدي لمعه صحيه حلوه. وده النوع اللي انا بحبه على بشرتي بصراحه. والدرجه دي كمان اسمها شل، الدرجه دي حلوه لوشي جدا. ف متحمسه جدا اشوف النتيجه يا جماعه. وهوزع على بشرتي الاول بالفرشه دي اللي هي فلات علشان السبونج ما تاكلهاش. انا كده كده اصلا يعني همشي السبونج على بشرتي، بس لسه مش دلوقتي، لما اوزع بس الاول. من الحاجات اللي انا اتعلمتها يعني في الميك اب بالممارسه، ان انت فعلا لو حطيتي المرطب على وشك وبعدين روحتي حاطه الفاونديشن على طول، عايزه اقولك مش هتشوفي احلى شكل الفاونديشن نهائي نهائي نهائي. ممكن كده يسيح مع الكريم، ممكن يقطع، انما لو سبتي بشرتك شويه تتشرب المرطب وتستني شويه كده دقيقتين 3، اوه واو، يعني بجد الفينش هيبقى واو. والكونسيلر هستخدم الكونسيلر ده بتاع شي جلام برضو. انا الكونسيلر ده حبيبي حبيبي. الدرجه دي اسمها شورت بريد، اكتر درجه لاقت معايا سواء شورت بريد سواء ميد لاين، دول اكتر درجتين بحبهم، والفرق بينهم مش كبير خالص. بس يعني الكونسيلر ده ما ينفعش تحطي منه كتير لانه مش خفيف وبينشف كمان بسرعه، فانت لو حطيتي منه كتير ممكن يخطط يكلكع. فلا مش بنحط منه كتير، يعني كده بس. وانا بقى بدمج الكونسيلر بتاعي، عايزه كده اعمل خط هنا علشان امشي عليه وانا بحط الميك اب بتاع العيون، يبقى الجايد بتاعي وانا بعمل ميك اب العيون. بصوا التقل ايه ده،
ينفع نعمل اي ميك اب تقيل في الدنيا من غير كونتور؟ ما ينفعش. وعشان كده هستخدم الكونتور الكريمي ده بتاع شي جلام، حب عمري حب عمري. الدرجه دي اسمها تاوني امبر. احط برضو هنا نقطه ونقطه. فكره ان انا اصلا بحب جدا جدا الدرجه اللي هي اسمها تيراكوتا، بس مش لاقياها انا يعني، فمتضايقه خالص. وعشان لون البلاشر اللي حطاه البنت غالبا فيه اورنجات، فانا جبت معايا درجتين اورنج من البلاشر بتاع شي جلام. الدرجه دي اسمها بيرثدي سوت، ودرجه ديفوتد دي اورنج خالص، فاحنا مش عايزين نافور منها. يا رب تطلع يعني مناسبه او قريبه جدا من الدرجه اللي البنت حطاها. هي حاطه اصلا درجه بلاشر تقيله، مش خفيفه خالص، فيا رب تطلع شبهها. فانا هدمج دي درجه ديفوتد اللي هي اورنج قوي، ودي درجه بيرثدي سوت اللي هي اكتر درجه. يا خرابي بصوا الدرجه دي يعني على جملي شويه كده، فانا بحبها جدا. وهحاول ان انا ارفع خدي لفوق كده. همشي بقى السبونج كده على اطراف البلاشر اللي انا حطيته علشان ادمج كده شويه. هثبت بقى وشي كله باللوس باودر دي اللي هي اسمها انستا ريدي من عند شي جلام، اللي هي الشفافه، بس مش هكتر منها عشان ما بحبش اكتر من بودره بيضه. بنثبت بس، وبعدين نزود بقى تغطيه بحاجه تانية، اي باودر تانية، ويا ريت كمان تكون على اصفر. هندخل بقى دلوقتي في ميك اب العيون. فاكرين الباليت دي بتاعت شي جلام اللي هي دي؟ عايزه اخد منها لون يعني ده، بصوا تحسوه كده لون عدسي مثلا، لون اصفر مقرنش، حاجه بسيطه. ده هاخده وهدمجه على جفني الثابت كله، وهحاول ان هو يكون مدموج كويس قوي. ويا ريت كمان في الخطوه دي نستخدم فرشه تكون يعني بتاعه دمج ومنفوشه جدا. يا رب يطلع شبه الصوره، يعني مش عارفه. ومن الباليت دي اللي هي اسمها ارتستري بتاعت برضو شي جلام، الباليت دي فيها اللون الاورنج ده فمحتاجينه. وبعدين هستخدم اللون اللي جنبه الاغمق شويه، ده لون بني محمر كده. وعشان عماله ادور على لون الاورنج الغامق ده في اي باليت عندي من شي جلام مش لاقيه، فبالباليت دي بتاعت جاكلين هيل اللي هي فوليوم 1 هاخد اللون الاورنج ده هو ده بالظبط اللي في الصوره. وبعدين دلوقتي محتاجين نغمق، فهغمق باي الوان بني يعني اغمق خالص، يعني فرضا مثلا ده وده، لحد ما نوصل للون الاسود. الباليت دي من احلى باليتات شي جلام بصراحه، يعني من احلى اصدارات شي جلام في الدنيا. يعني الباليت دي اسمها سمارت كوكيز، هي فيها كل درجات البيجات والنود والبني، خطيره. يعني تحسي ان انتي لو بتحبي الالوان دي فانتي خلاص انتي مش هتحتاجي حاجه غيرها اصلا. دلوقتي هيبقى شغلنا كله عند الكورنر بس، علشان احنا هنعمل دلوقتي رسمه كات كريس. لاحظت في الصوره ان هي مدخله اللون الاورنج لحد جوه خالص، لحد هنا، فانا ما كنتش شفت ده في الصوره الاول، فهي كده اقرب شكل ليها. بس لسه بقى هندمج هنا فوق، بس ده اقرب لون ليها كده. وبفرشه فلات شبه كده بالظبط، وبنفس الكونسيلر اللي احنا استخدمناه من شويه هنقطع رسمه الكات كريس. بس انا الاول هحط نقطه كده على عينيا كده، وابص فوق. هنبدا كده نشوف اللوك. يا رب
الموديل كانت حاطه لون هنا اوكسداي كده او ذهبي غامق شويه. يا رب اعرف اجيب نفس الدرجه. لقيت في الباليت دي بتاعه شي جلام اللي هي اسمها ستاي وايلد درجه شبه كده. ايه طب عموما احنا هنحطها، لو مش شبهها نبقى نغير فيها شويه. بس حاسه ان هي يعني هتبقى قريبه او كويسه يعني. لقيت قدامي ليكويد جليتر من عند فلير، انتوا عارفين كويس البراند دي، الدرجة كانت مثالية. حاسه ان انا ظبطت لون الشمر، مبسوطه جدا، عاجبني قوي. دلوقتي بقى مش فاضل الا الاسود اللي في اخر العين بفرشه صغنونه خالص، واي اي شادو اسود من اي حته يعني، مش لازم حاجه معينه. فانا اللي لقيتها قدامي استخدمتها. الاسود يا جماعه ما بيهزرش، مش بيهزر، محتاج له معامله خاصه اللون الاسود ده. ونحط في اخر العين بس. هي كانت طالعه بالظبط كده صح؟ وهحاول بلون بني متوسط كده احط اللون ده ما بين اللون الاسود واللون الذهبي. هرسم بقى خط ايلاينر رفيع بالايلاينر ده بتاع شي جلام. ده ايلاينر فلوماستر كده، رفعه تحفه. كده بس. وماسكارتي القمر. وبعدين كحل اسود. انا دايما بحب ان الكحل الاسود بتاعي يطلع بره العين، وعايزين نفس الوان الاي شادو اللي فوق نحطها تحت، ونفس بقى الجليتر اللي حطيناه فوق برضو هنعمل بيه الخط اللي تحت ده. مش حاسه الخطوه دي، مش حاساها عليا خالص يعني، مش عارفه، بس انها هتطلع وحشه. انا قلت له عايزه ميك اب تقيل بس مش تقيل قوي كده. بصوا بقى انا بعد تدوير شويه على الرموش حاسه ان انا ارتحت في الرموش دي، اللي هو ده شكلهم. ايه كيوت. واوعوا تنسوا الحواجب، ما عملناهاش لسه. هناخد الجل ده بتاع شي جلام. يا ربي ده غباء غبي بجد، غبي بيثبت الحواجب تثبيته يعني، تحسيهم ناشفين جدا في ايديكي. الجل ده وظيفته ان هو يفضل مثبت الحواجب في نفس الاتجاه، ما يبقوش كده متنعكشين وشكلهم مش مرتب. يعني انا عايزه اقول لكم انا واحده لو استخدمت الجل ده لوحده حواجبي بتبقى شكلها كويس، بس لا انا عايزه ارسمهم عشان يطلعوا شبه الصوره بالظبط. هرسم بقى حواجبي بقلم الحواجب اللي ما بستخدمش غيره ده بتاع شي جلام. هو ده درجته فاتحه شويه، يا رب تكون مثلا سوفت براون ولا حاجه. انا مش عارفه درجته كام لان للاسف هما مش مكتوب عليهم درجات اصلا، فما علينا يعني. بالنسبه بقى للبرونزر فانا هستخدم البرونزر ده بتاع شي جلام. بصوا ده برونزر وهايلايتر مع بعض فهنستخدمهم كلهم، بس هستخدم الاول البرونزر وبعدين بلاشر وبعدين هرجع للهايلايتر. انا مش بحب استخدم كونتور، انا بحب استخدم برونزر بس. الكونتور بيبقى فاقع كده محدد قوي.
الفكره بقى دلوقتي ان هي مناخيرها رفيعه جدا، انما انا مناخيري تخينه، فانا لازم اعمل كونتور للمناخير علشان انا بحب كده، مش عشان اقلدها ولا حاجه. بالنسبه بقى للبلوش، فبقالي كتير جدا ما استخدمتش الباليت دي، بقالي كتير قوي. هو عمو اللي كان بيتكلم معايا من شويه ده قال لي استخدم بلوشر قال ايه مشمشي تقريبا، ماشي، فاحنا هندور على حاجه مشمشيه. بصوا باليت البلوش دي فيها 6 الوان، ده كده لونه خوخي فاتح، وده برضو اغمق منه شويه، الاتنين دول بينكات، الاتنين دول بينك برضو بس مشمشي. عايزه اقول لكم ان شي جلام لسه منزله ليب لاينرز جداد بالوان كتير جدا، انا عن نفسي اخترت منهم اللونين دول، يعني هما لونين دول على بني، ده بني قوي، ده بني محمر شويه. الفرق ما بين دول وما بين الاولانيين اللي كانت شي جلام عاملاهم ان دول خشب، وتقريبا اول مره شي جلام تعمل اقلام ليب لاينر خشب، فتعالوا نجربهم. انا دلوقتي معايا درجه اللي اسمها بارادايس، تعالوا نجربها. بصوا الاقلام دي في الاول بتبقى ناشفه نشفان، بس بعد كام مره استخدام بتطرى، وعايزه اقول لكم ثابتين ثبات. انا دول اول ما جم عملت كده خطين بس على ايدي، غسلت مواعين، عملت كل حاجه، لحد يمكن تاني يوم كانوا الخطين في ايدي، فبجد لذاذ جدا. في الاول ما كنتش حباهم عشان كانوا ناشفين، بس لما طريوا لا حبيتهم قوي. كنت فاكره انها مش حاطه هايلايتر، طلعت حاطه، اصلا لو هي ما كانتش حاطت كنت انا حطيت. ده عيد جوازي انا، مش عيد جوازها هي، انا حره. بصوا انا لقيت عندي، فاكرين الكامبين بتاعه لاف دايف؟ فاكرينها اللي هي كانت كلها بينك كده، كانت بتاعه الفالنتاين. بصوا كانوا عاملين دي كده، الدرجه دي كانت اسمها ماي توين فليم، لونها اورنج. يا رب مش عارفه، حاسه ان انا عايزه ارجع للصوره تاني عشان اشوف هو نفس اللون ولا لا. الروج ده لونه حلو قوي، بس هو مش نفس اللون خالص، ومش لايق مع اللوك اصلا، او لايق بس لا، نو نو نو. عايزه اقول لكم الروج ده لونه خطير، انا مش عارفه انا كنت ناسيه ليه، انا وانا بدور كده بس لقيته قدامي، بس يعني ازاي احوله لنفس لون الاورنج اللي في الصوره؟ لا 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 نو. انتوا عارفين اللي عمل الفرق ده ايه؟ الروج ده الروج الجلوس اللي اسمه بلوت تويست. ايه ده؟ انا حاسه انه مش عارفه، حاسه انه احلى من الصوره اصلا. ده بقى اللوك اللي انا عملته، وده اللوك اللي اختارهولي تشات جي بي تي. بذمتكم تدوا اللوك كام من 10؟ وحاسين ان اللوكين متشابهين بنسبه كام في المية؟ كده الفيديو بتاعنا خلص. لو عايزه تحديات من النوع ده وبالشكل ده تاني اكتبوا لي تحت في الكومنتس. بس بحبكم جدا، صباح على خير.